السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال بإذن الله. النهاردة الغدا بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. هنعمل حاجة خفيفة، حاجة سريعة. طب اقول انا بقى. قولي. الاول السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ طبعا انا النهارده انا ومي قاعدين مع بعض متجمعين، ميرو فحبينا وميمي. نعمل اكله سوا. هي اكله دي عملناها قبل كده على احنا القناه. عملناها بس بص، هي جميله جدا وحلوه يعني بصراحه، وخفيفه وسهله معانا. النهارده هنعمل باذن الله الرز البسمتي ومعاه كفتة كمان كفته مشوية. مشويه. دي يعتبر اخف اكله بما اننا قاعدين مع بعض يعني وكده، وعايزين ايه يعني حاجه سريعه. متجمعين متجمعين وعايزين حاجه سريعه سوا. هنوريكم طبعا خطواتنا في اكلنا النهارده. الرز البسمتي بنعمله بطريقه حلوه جدا، وكمان الكفته اه بتاعتنا بنعملها ده برضو رز بطريقه جميله. بسمتي. انا نقعته نص ساعة. لازم انقعه نص ساعة وممكن تلت ساعة، بس انا بحب نص ساعة عشان لما اجي اشربه بعد كده بتشرب زي الرز العادي، زي الرز المصري بتاعنا. اما لو سبته بياخد ميه كتير، فلا انا لازم بنقعه نص ساعة زي ما انتم شايفين. نقعته وصفيته اهو. ومعايا جزر مبشور، ومعايا بصلايه. ممكن تحطي طماطم مبشوره لو انت عايزه، بس انا مش هحط المره دي. ومعايا التوابل بتاعتي، بهارات الكبسه بتاعه باب الشام، جميله جدا وحلوه قوي، ما اقدرش استغنى عنها اصلا. ومعانا الكفته المشويه دي كفته شوي جايبينها ايه من عند الجزار. النهارده اكلتنا هتتقسم لنصين، مي هتعمل انا هعمل معاكم الرز الرز وانا هعمل معاكم وميرو باذن الله هتعمل الكفته. الكفته. تمام، يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه عليه افضل وسلم الصلاه ونبتدي والسلام. الفيديو بتاعنا. يلا بينا. بينا بقى يا بنات، انا معايا الحله بتاعتي ومعايا سمنه. معايا اهي معلقه سمنه وهنزل بزيت. زيت اهو، تمام. شويه زيت على سمنه اهو. طبعا بقى وكل واحد وامكانياته، عايزه تعمليها بالسمنه بالزيت وربنا يعيننا ايه على اللي احنا فيه. هيسخن معايا الزيت، السمنه بتاعتي. هنزل بالبصلايه تدبل معايا كده. على حسب البصل، على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. انا معايا كيلو رز، فمعايا بصلايه متوسطه. البصلايه دبلت معايا، هنزل بالجزر. انا كان عامله جزرتين كبار كده، برضه على حسب كميه الرز. هقولها تاني على حسب كميه الرز. الجزر اللي انتوا شايفينه ده مش كتير، ده هيهبط دلوقتي معايا وهيدبل معايا. ولو عندك بقى ايه طماطميتين كده تشوريهم بتديها طعم حلو قوي. بس هما مش عايزين. مروه قالت لي ما تحطيش طماطم عليها. طيب، معايا الجزر اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا كان عامل ازاي، بصوا بقى هبط ازاي اهو. هنزل بقى بالتوابل عليها دلوقتي اهي. البهارات اهي، هنزل بمعلقه كده برضه على حسب الكميه، شويه كده. هي فيها كل حاجه، فيها اللومي، فيها اللورا، فيها الكاري، فيها كل حاجه. فيها كل حاجه، مش محتاجه حاجه. نقلب كده اهو. ومعايا واحده معايا واحده ماجي، دي اختياري، لو انتي مش حباها براحتك. الماجي ده اختياري يا جماعه، بس بتدي طعم حلو قوي ليها اهو. الريحه بقى بتطلع جميله جدا اهو. خلاص قلبناها كويس. هنزل بقى بالرز. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلبه كويس كده عشان كل الخضار ده يدخل فيها. بصوا اللون بقى، اللون بقى يظهر معايا كده جميل، وريحه التوابل حلوه قوي. هديها تقليبه كده وارجع لكم تاني. خلاص شوحناه الرز اهو زي ما انتم شايفين. هو طبعا لونه اصفر والله يا جماعه، بس انتم مش شايفين بالكاميرا. هنزل بالميه اهو. هسقيه بميه عاديه خالص اهو. ميه عاديه زي ما بسقي الرز المصري بتاعنا، مش محتاج اي حاجه تاني. نقلبه اهو. عايز شويه ميه بس كمان.
وخلاص كده هسيبه يغلي واغطي عليه يهدي النار. بعد كده ايه اسيبه يستوي براحته ونرجع لكم تاني عشان مروه تعمل معاكم الكفته باذن الله. دلوقتي بقى هنبتدي معانا ان احنا نصبع الكفته بتاعتنا ونشويها. النهارده الكفته بتاعتنا المشويه اسهل ما يكون. انا عندي طبعا شوايه زي ما انتم عارفين. الشوايه دي بحب اشوي فيها الكفته والفراخ واللحمه والحاجات دي، بتطلعها بالظبط اكنك جايباها من عند من بره. زي المشويه بالظبط. كفته شوي جاهزه من عند دي دي مش كفتة عاملين فيها اي حاجه، هو مجهز فيها كل حاجه. إيه احنا يا دوبك بس هنصبعها. هما بيقولوا عليها كفته يعني الحاتي. عشان دي نعرف بتبقى جاهزه مع بعض، فايه نعمل كده اي حاجه سريعه على طول. انت يا دوبك بتجيبيها وتصبعيها وتشويها وبس. طبعا هنبتدي بقى بسم الله ان احنا ناخد. انا هعملها طبعا على عصيان الشيش اطلعي كده اهو كده ولا كده. بصوا انا هصبعها كده اهو. ارفعي انت ايدك بقى خلاص. عايزه بقى تعمليها تخينه شويه رفيعه شويه حسب ما براحتك زي ما انت عايزه. ممكن تدخليها الفرن بقى مره، مش كده عادي مفيش اي مشكله خالص لو انت عايزه تدخليها الفرن. طبعا انا بقى زي ما انتم شايفين اهو معايا الصباع اهو. تدخليها الفرن وتطلعيها تحطي في حمايه. انت مالك الصباع مش عارفه هو معود معايا او عيان زي ما انا عيانه اهو. يزيد اللحمه شويه ده. لا بس بيتهيألي كده حلو بس عشان ايه يستوي على الشوايه بتاعتنا. ما ياخدش وقت. زي ما انتم شايفين معايا بقى هكمل طبعا بقيه الكميه. وانا طبعا في الاثناء دي حاطه الشوايه على النار، وهنروح بقى معاكم على الشوايه واحنا بنشوي الكفته. شايفين الشوايه معايا اهو. انا طبعا حطيتها على البوتاجاز وسخنتها جامد جدا. هبتدي بقى دلوقتي احط فيها الكفته بتاعتي. طبعا انا حاطه الفويل علشان خاطر اي سوائل تنزل على الكفته على طول ما تنزلش على الشوايه بتاعتي الغسيل بتاعها. هنرصها بقى جنب بعض. في الاثناء دي طبعا انا ابتديت ان انا اوطي. مش هتاخد وقت. لا مش هتاخد وقت معايا. وطبعا في الاثناء دي انا ابتديت ان انا اوطي النار، ما رضيتش اعليها علشان الكفته تاخد راحتها في السوا. ما تحطش ليها اي حاجه ولا ميه ولا اي حاجه خالص. هي كده بتستوي لوحدها ومع نفسها. هنغطيها وهي هتستوي بقى براحتها خالص ونرجع نبص عليها سوا. بسم الله بقى كده ونبتدي نفتح بقى معانا على الكفته بتاعتنا. شايفين الله اكبر عليها اهو ما شاء الله. ابتدي بقى ان انا اقلب فيها، سخنه جدا. ابتدي اقلب فيها بقى ايه شمال ويمين، مش قادره عليها سخنه قوي. هبتدي بقى ان انا اقلبها واحده واحده كده اهو. وبعد كده هغطيها تاني ونرجع تاني بقى ايه عشان نبص عليها تاني. خلاص كده كفتتنا تعتبر ان هي خلاص يعني انا قربت اطلعها. شايفين الصباع خلاص احمر بصوا ما شاء الله. طبعا الكفته زي ما قلنا ما بتاخدش ثواني، فخلاص كده هي خلاص دخلت في السوا خالص. ما فيش يعني اقل كمان من 5 دقايق وهشيلها. ودلوقتي بقى نروح مع مي عشان هتعمل معاكم سلطه الطحينه. ودلوقتي بقى هنعمل الطحينه. سلطه الطحينه ايه عاديه. انا معايا الطحينه بتاعتي ومعايا حته توم كده، يعني فصين توم وكمون وملح وشويه شطه، ومعايا خل، ومعايا دي ميه دافيه معايا. انا بحبها بصراحه اعملها بالميه الدافيه عشان تلفي معايا على طول وتفك معايا على طول. اما الميه الساقعه دي بصراحه مش بحب اعملها بميه ساقعه. اول حاجه بعملها بنزل بالميه بشويه ميه كده شويه بشويه واقلب. خليها كده ايه اقلب بيها كده ايه عشان تفك معايا. تقعدي تقلبي كده كتير 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 كتير. وانزل بالخل حوالي معلقتين خل، معلقه خل على حسب ما انتي بتحبيها اهي. بسم الله. وبرده نقلب. انا هقلب كده وارجع لكم تاني عشان انا ماسكه التليفون بايدي. بصوا زي ما انتم شايفين انا قلت اوريكم وتخنت معايا كده اهو. انزل بميه تاني برده شويه بشويه لحد ما، عشان لو نزلتي بميه كتيره هتبقى خفيفه معاكي، لا عشان نعملها مظبوطه وتبقى تقيله معانا كده اهو. شويه بشويه هقلبها تاني وارجع لكم. خلاص كده انا قلبتها. بقيت احط ميه شويه بشويه زي ما انتم شايفين. ده القوام اللي انا عايزاه، بص ولا تقيله ولا خفيفه ولا اي حاجه. هبتدي انزل بقى بالتوابل بتاعتي، ملح وكمون وشويه شطه وحته تومه، فصين توم كده، ونقلبها ونظبط ملحها وخلاص كده تبقى جاهزه معايا. عايزه تحطي بقدونس، شويه بقدونس جواها بتبقى حلوه قوي، او ترشي عليها بقدونس قصدي جواها بره جوه براحتك يعني اهو. كده تبقى جاهزه معايا الطحينه بتاعتنا مع الكفته والرز.
نرجع بقى كده ايه في الاخر ان شاء الله كده نوريكم الشكل النهائي للاكل.